حيّ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عمر البشير مجاهدات القوات السودانية المرابطة في اليمن والمملكة العربية السعودية من أجل استعادة الشرعية في اليمن. وأشاد رئيس الجمهورية في كلمته التي وجهها خلال زيارته لقبور شهداء الواجب والوطن من القوات المسلحة السودانية الذين استشهدوا في اليمن وتم دفنهم في البقيع بالمدينة المنورة، أشاد بدور القوات المسلحة في عاصفة الحزم وفي تحقيق الأمن والاستقرار باليمن الشقيق. وترحم البشير على شهداء الواجب من الجنود السودانيين الذين استشهدوا في معركة الكرامة باليمن. ألا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين يلحقون بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا يحزنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهدانا وأن يكرمهم ونحن في هذا الشهر الفضيل. نعم، سبحانه وتعالى أكرمهم أولا بالشهادة وأكرمهم مرة أخرى بأن يدفنوا في البقيع مع أصحاب رسول الله وآله وبجوار قبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إكرام لشهدائنا. أرض الجمال والخير، أرض السمر والنيل، حضارة ممتدة.